وصف العام 2007 بأنه عام الأعاصير والفيضانات والكوارث، حيث أعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي أن عدد الكوارث التي ضربت العالم ارتفع من 200 كارثة سنويا قبل العام 2007 ليصل في هذا العام الذي لم ينتهي بعد إلى 400 كارثة. ما هي أسباب زيادة الأعاصير، الزوابع، العواصف، الفيضانات، الحرائق، الجفاف، زيادة درجة الحرارة التي تجتاح العالم؟ 6 قرون منذ بداية عصر النهضة بدأ في الإقبال على المكاسب المادية بنهم شديد، فأقبل على التصنيع ولم يدرك أن هذا التصنيع يفسد بيئات الأرض من حوله إذا تم بمبالغة شديدة. فمنذ بداية عصر النهضة إلى الآن أحرق الإنسان كما هائلا من الفحم والخشب أولا، ثم من النفط والغاز، وحرق هذه المواد بيطلق إلى الجو كميات هائلة من المركبات الكيميائية السامة مثل ثاني أكسيد الكربون، أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، كميات هائلة. والناس كانت تتخيل أن هذا ينطلق إلى الفضاء الكوني، وهذا غير صحيح، لأننا نعيش في كون شديد الإحكام، شديد الإغلاق، شديد الترابط، رغم ما نراه من أنه كون مفتوح. هو ليس مفتوحا، هو يتخيل الإنسان أنه مفتوح. لا، نحن في كون شديد الإغلاق، شديد الإغلاق، شديد الترابط. فالذي لا يعرفه كثير من الناس أن الأرض لها غلاف غازي يمتد إلى قرب الشمس ولا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر لتناقص ضغطه باستمرار مع الارتفاع. فتخيل الناس أن الكون يعني عبارة عن فضاء وخلاء، وتحدثوا عن فضاء الكوني والخلاء الكوني، والعلم الآن يثبت أن الكون لا يعرف الخلاء. أي نقطة ضعف في هذا البناء تهدمه جميعا. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن رغم أنه غير محسوس، غير ملموس، غير ملموس بالنسبة للإنسان. لكن لا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة، وإن لم يستطع الإنسان إدراكها. ومن الغريب أن أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض تتكدس بالقرب من الأرض، فكأنها مظلة حامية وواقية للأرض. وهناك نطق حماية متعددة. حماية من أي شيء؟ حماية من الأشعة الكونية، من الشهب، من النيازك، من المخاطر الكونية العديدة التي قد تتعرض لها الأرض. يعني حماية من الكون الخارجي وليس من الداخل. نعم. فأقول أن 90% من مادة الغلاف الغازي للأرض محيط بالأرض بارتفاع لا يتعدى 18 كيلو في أقصاه، يتناقص في مناطق خطوط العرض العليا إلى 7-8 كيلو، واصل إلى 10 كيلومترات فوق القطبين. 90% من مادة الغلاف الغازي مكدسة هنا. فإذا أطلقنا لهذا الغلاف الغازي بعض الغازات الثقيلة لا تنطلق، تبقى باقية. ثاني أكسيد الكربون غاز ثقيل، أكاسيد النيتروجين غازات ثقيلة، أكاسيد الكبريت غازات ثقيلة، فتبقى قريبة من الأرض، فتؤدي إلى هذا الإفساد العظيم الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ماذا سينتهي بالبشرية. يعني هذا نتاج لما يفعله البشر؟ نعم. ومن الغريب أن أي اختلاف في تركيب الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مناسبا للحياة على الأرض. الغلاف الغازي 78% منه نيتروجين، و21% منه أكسجين، و1% يمثل باقي الغازات التي منها ثاني أكسيد الكربون، منها الأرجون، منها بخار الماء، منها بعض الغازات الخاملة. إذا خرجنا عن نطاق هذا الغلاف بما عما أودعه الله فيه أضررنا بالحياة كلها. يعني هذا التوازن، هذا الغلاف بتركيبته تلك كان يحدث توازنا في الكون. نعم. أي تغيير في هذه النسب يحدث نوع من الخلل في الكون. نوع من الخلل بدون شك. ولذلك رب العالمين يعني في آيات كثيرة يؤكد على مسؤولية الإنسان عن البيئة التي يحيا فيها. يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الغريب أن إذا حدث فيه خلل في هذا التركيب نتيجة الأمر طبيعي، مثلا مع ثورة البراكين قد تزداد نسبة ثاني أكسيد الكربون، قد تزداد نسبة أكاسيد الكبريت، ولكن سبحان الله أي خلل طبيعي ينضبط طبيعيا.
فإذا زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون نتيجة ثورة البراكين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حرك هذا الغاز ليترسب في قيعان البحار والمحيطات. في القيعان. في القيعان نعم، يعني يتحول إلى بيكربونات. البحار والمحيطات تمتص ثاني ثاني أكسيد الكربون. طب لماذا لا تمتص ثاني أكسيد الكربون الذي يتصاعد من المصانع؟ الذي يتصاعد من المصانع أبدا لا يتم له ذلك، يبقى في الجو. ولذلك نقول أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف في مناخ نطاق المناخ اللي هو لأن احنا نتكلم عن النطاق السفلي من الغلاف الغازي للأرض، زادت بنسبة تزيد عن 52% في منذ بداية الثورة الصناعية إلى الآن. ووضعها الطبيعي كم؟ وضعها الطبيعي 250 جزء في المليون، أصبحت الآن 381 إلى 385 جزء في المليون. وهذا موضوع خطير جدا يعني. ما هي